السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتنا المتواضعة وصفات على قد الايد. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمع منكم كده دعوة حلوة. واللي لسه ما اشتركش معانا في القناة يشترك، واللي لسه ما فعلش الجرس يفعل الجرس، او اللي لسه ما بوصلوش اشعار مننا يلغي الاشتراك ويعمله تاني علشان اما ننزل اي فيديو يجيلكوا تاني. احنا هنعمل لكم فيديو النهارده بسيط كده ونوري لكم الاسعار بتاعه النهارده بتاعه السوق بتاعنا. الاسعار ايه يعني نوعا ما عادت كويسه شويه، والحاجات بدات تنزل، فربنا يعيننا وربنا يعين كل واحد ويقويه على الحاجات اللي اللي عنده. قبل ما نبدا الفيديو بقى هقول لكم كلمتين. الناس اللي بتكتب كومنت سلبي، يعني الكومنت السلبي ماهوش هينفعك في حاجه، هيضرنا احنا. اكتبي ما انتش عاجبك الفيديو ما تعمليش كومنت خالص، اخرجي من الفيديو وبلاش تعملي اي كومنت. قبل ما تروحي تجيبي طلباتك بتشوفي الحاجات اللي ناقصاك في بيتك ايه، مش بتروحي كده تجيبي طلباتك سبهلله. يعني انت بتشوفي ناقصك خضار، ناقصك حاجه، يعني انا عندي ليمون ما جبتش ليمون، ما عنديش فلفل فجبت فلفل. فالحاجات اللي بتبقى ناقصاكي انت بتدوري في التلاجة بتاعتك وتشوفي الحاجات اللي ناقصاكي تجيبيها، والحاجات اللي مش ناقصاكي تجيبيها. هنسمع بالله كده وهنقول لكم الاسعار وهنقول لكم احنا جبنا ايه. هنبدأ كده بالخضار. البطاطس احنا جايبينها كانت ب15، فانا جايبه ال4 كيلو ب40 ب50. ال4 كيلو بطاطس ب50. الكوسه هنا معانا ب10 جنيه. الجزر جبت جزر برضه اهوت ب10 جنيه. البتنجان ب5 جنيه. الفلفل ب15. الطماطم ما شاء الله اهي ب10. فيه ب10 وفيه كيلو ونص ب10. انا جبت من هي ام 10، وجبت كيلو ونص من هي ام 10 مستويه شويه يعني وحمرا، هنسبكها ونحطها في التلاجة. جبنا هنا خيار. الخيار ب15 وب10، يعني حسب ما انت عاوزه. جبنا هنا بقت الفاكهه بتاعتنا. جبنا برتقان. البرتقان ب10 جنيه. جبنا هنا اناناس لقيناه في السوق بتاعنا، جبنا الاتنين ب25. والموز برضو الاتنين ب25. وجبنا بقت للاولاد، جبنا هنا حاجات بتتباع في السوق كده، جبت لهم سوداني وجبت لهم دي حلاوه شعر. يعني مش عارفه انتوا عندكم تعرفوها ولا لا. دول ب10 جنيه، بتبقى جميله جدا والعيال بيحبوها. احنا كنا زمان كانت والدتي الله يرحمها كانت بتجيبها لنا من السوق، الله يرحمها يا رب ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. كانت بتجيبها لنا بنبقى فرحانين بيها، يعني الاولاد بيفرحوا باي حاجه بسيطه انت بتجيبها لهم. ربنا يعيننا ويقوينا. بتروحي تجيبي الحاجات اللي هي ناقصاكي. وجبنا سمك، هوريكم السمك اللي احنا جبناه. احنا السوق عامة عندنا بيبقى يوم الاثنين، والناس كلها يوم الاثنين بتجيب سمك عشان بتبقى جاية، بتبقى بقى تعبانة من السوق ومن المشوار ومن اللف، فبتروح جايبة ايه سمك النهاردة وتعمله وخلاص. هوريكم احنا جبنا السمك بتاعنا. جبنا السمك بتاعنا ده السمك الصغير بيبقى جميل في الشاي، بيبقى طعمه جميل. جبنا سمك حلو اهوت النهارده وعملنا لقمة رز. نقول بقى كلمتين في اخر الفيديو. احنا خلصنا طلبات الحاجات بتاعتنا بتاعت السوق. كل واحد بيعيش على المقدار اللي هو على قد امكانياته. يعني في ناس مش هتقدر تجيب الكمية دي كلها، في ناس تقدر. انت بتلف السوق وبتجيب الحاجات الارخص والحاجات الحلوة برضو، مش تروحي تجيبي الحاجات الرخيصة والحاجات الوحشة. جيبي الحاجات الارخص واللي تبقى حلوة برضو تنفعك في بيتك. ما تأذيش جوزك، ما تقولوش لا فلانة جايبة فلانة ما هيش جايبة. كل واحد بيعيش على قده. وسبحان الله ربنا بيبارك في الحاجة اللي انت جايباها وربنا بيعين كل واحد على اللي هو فيه. كلمتان برضو للناس اللي ما بتسيبش حد في حاله. يعني كل واحد ربنا اللي عالم به، كل واحد ربنا اللي عتيله على قد رزقه. فسيب الناس تعيش زي ما هي عاوزة. سيب الناس تعيش في حياتها بحلوها بمرها. انت بتبص على غيرك، خدي حياة غيرك بالحلو اللي فيها وبالوحش اللي فيها. ما تقوليش مثلا فلان عنده وفلان انا ما عندوش وفلان عنده وفلان، وتقعدي تبص على الحاجات اللي عند غيرك. ما انتش عارفه غيرك تعبان، ما انتش عارفه غيرك شقيان، ما انتش عارفه غيرك بيبقى طالع في بلاد الناس بيشتغل علشان يجيب. فكل واحد ربنا اللي اعلم بحاله. سيبي كل واحد يعيش زي ما هو زي ما هو. ما تبصيش، احمدي ربنا على اللي عندك، على القليل، على الوحش، على الكتير. فاحمدي ربنا. كل واحد ربنا بدي للواحد على قد رزقه. ربنا بدي للبني ادم، ما بدلوش كل حاجه، بديله رزق. بديله. في ناس بتبقى عندها رزق، في ناس بيبقى عندها مرض، في ناس بيبقى عندها خير،
في ناس بيبقى عندها محبة، في ناس بيبقى عندها كره لغيرها. ربنا ما بيديش للواحد كل حاجة. فالناس تحمد ربنا على اللي هي فيه. وعاوزة منكم حاجة، يعني دعوة 40 غريب مستجاب. عاوزاكم تدعم بالشفاء لطفل، يعني ربنا يخليه لأمه، ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه سالم غانم لأهله. تدعوا كلكم في الكومنتات دعوة 40 غريب مستجاب. فتدعوا له، يعني حد عزيز عليه، فتدعوا له قولوا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه لأهله سالم غانم يا رب، ويفرحوا بيه ويشوفوه أحسن الناس. وندعي برضه لأمواتنا بالرحم، ربنا يرحم والدتي ويرحم حماتي ويرحم أبويا ويرحم أموات المسلمين أجمعين. وربنا يشفي كل مريض ويشيل عن كل مكروب ويفرج هم كل مهموم. انا طولت عليكم شويه في الفيديو، بس دول كلمتين كانوا متحاشين في زوري وعاوزه احشهم، عاوزه اقولهم. فالحمد لله اللي انا قلته. انا كده خلصت الكلمتين اللي عندي اللي كانوا يعني في قلبي. يا رب كده ما يكونش انا طولت عليكم. انتوا احلى اخوات. انتوا يعني انا عرفت ناس على اليوتيوب كتير خلت الحياه حلوه، خلت لي اصدقاء، خلت لي اصحاب، ناس بتخاف على بعضها. فيا رب دايما كده اللي بيبقى عنده حد صديق كويس يمسك فيه بإيده واسنانه، ما يسيبوش. قليل اما تلاقي حد بيخاف عليك وهو مش من اهلك، قليل جدا اما تلاقي حد بيخاف عليك تاني وهو مش من اهلك. يعني الاهل ما عادوش بيخافوا على بعض، فاما تلاقي حد غريب يخاف عليك يعني ديت حاجة كبيرة جدا. حافظ على اللي عندك، حافظ على صلة الرحم. صلة الرحم كمان مفيش احسن منها. والله الكلام كله راح من دماغي. انا كنت عاوزه اقول كلام كتير بس الكلام كله راح من دماغي. فيا رب كده يكون الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم، ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم، ويكون احنا بنعمل لكم حاجات يعني تديلكم كده يعني طاقه وحماس. انا صورت الحاجات ديت علشان عاوزه اقول الكلمتين دول ما يبقاش كلمتين في فيديو من غير ما افيدكم باي حاجه. فانا قلت الكلمتين اللي كانوا عندي. يا رب كده ما يكونش نتقيل عليكم، او يكون الكلمتين اللي انا قلتها لكم تزعلكم. يا ريت الناس تسمع الكلمتين اللي انا قلتهم وتدعي برضو بظهر الغيب لطفل عزيز عليا اللي ربنا يرجعه لاهله سالم غانم يا رب، ويفرحهم بيه ويشفيه ويشيل عنه. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.